تتبيله الفراخ. وراك الفراخ، انا عندي هنا نص معلقه توم ومعلقتين صلصه ومعلقه زبادي. البهارات بقى بهارات فراخ وبابريكا مدخنه او عاديه زي ما تحبوا، وفلفل اسود وبهارات ايطالي وملح. وممكن تستغنوا عن البهارات الايطالي وتستخدموا بس بهارات الفراخ. وهضيف حوالي معلقتين زيت، وهقلب بقى مكوناتي دي كلها حلو قوي مع بعض. حطيت الوراك بتاعتي ومفتحاها بالشكل ده عشان التتبيله تدخل من جوه. لو حابين تسيبوها بالجلد عادي، بس انا بحب اشيل الجلد. هنا عندي 3 بطاطسيات وبصلتين بس عليهم ملح وفلفل اسود بس، محطتش اي حاجه تاني. هقلبهم حلو كده مع بعض. دلوقتي بقى هسند عليها الوراك بتاعتي المتبله بالشكل ده، وهنزل بكل التتبيله كمان، مش هسيب حاجه. ودلوقتي بقى تدخل فرن سخنه. اهم حاجه انا مسخنه الفرن بتاعتي وادخلها على فرن سخنه. لو حابين تغطوها لحد ما تستوي وبعد كده ترفعوا الغطا تاخد لون، بس انا هدخلها على طول وهوريكم شكلها بعد ما تستوي ان شاء الله. في حاجه مهمه كمان نسيت ما اقولها لكم، ان انا هحط حوالي نص كوبايه ميه عشان الخضار بتاعي ده يستوي. بس وادي يا جماعه شكلها بعد ما استوي. وبس كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.